كل ابلكيشن بنفتحه من اول الجيميل، واتساب، اي تطبيق بنك عندنا على الموبايل بيكون معانا 11 نوع من المايكرو كوبيز دايما بيتكرروا في كل حاجه. طيب ايه هم ال 11 دول وازاي نكتبهم؟ الفيديو ده هو الفصل الرابع من كتاب Strategic Writing for UX، والباترنز اللي هنتكلم عنها النهارده دي اللي بنشتغل عليها يوميا كيو اكس رايترز، واللي بالمناسبه اننا شرحنا 31 يو اي كومبوننت بالتفصيل في المستوى الرابع من منصه تجربه. تقدر تستفاد بكود الخصم دلوقتي وتشترك في المستوى الرابع. اول نوع معانا هي العناوين، عناوين السكرين نفسها. الهدف منها ايه؟ ان هي بتوضح لليوزر هو فين دلوقتي وايه اللي المفروض يعمله. وعندنا 4 انواع لكتابه العناوين دي. اول نوع وهو اني اكتب اسم البراند نفسه، مثلا اكتب اسم السي اي بي او البنك الاهلي المصري، وده بيكون موجود اكتر في السكرينز زي سبلاش سكرينز. تاني نوع معانا هو الكونتنت نيم، يعني اسم المقال اللي بتكلم عنه او البرودكت اللي انا بتكلم عنه، زي مثلا برودكت اسمه التمويل السريع او التمويل الآلي. ثالث نوع هو الامبيجلس تاسك، دي مثلا بتبقى اكتر من حاجه موجوده عندي محتاج المستخدم ان هو يملاها، زي السكرين بتاعه اعدادات الحساب. رابع نوع معانا هو السنجل تاسك، يعني انا محتاجه اليوزر يعمل حاجه محدده قوي وهي حاجه واحده بس، زي مثلا اضافه عنوان جديد. تاني نوع معانا وهي الباتنز، الازرار والروابط. الهدف منها ايه؟ اننا نخلي المستخدم يتحرك للخطوه الجايه. ايه السر بتاعها؟ اننا نوضح للمستخدم هو رايح فين بعد كده. نخلي اسم الباتن هو نفسه اسم النكست سكرين اللي هو رايح عليه، خصوصا لو انت عندك خطوات كتير. فمثلا نتخيل لو احنا عندنا 3 سكرينز: تفاصيل الطلب، مراجعة الطلب، إرسال الطلب. في تفاصيل الطلب أنا البطن بتاعي هيكون اسمه مراجعة الطلب، وفي مراجعة الطلب هسمي البطن إرسال الطلب، وفي الكونفirmation بتاعة إرسال الطلب هقول له خلاص تم إرسال طلبك بنجاح مثلا، وفي الآخر أوجهه بقى إن هو هيروح الهوم بيج أو هيروح لبيج معينة أنا عايزة أوديه عليها. بس الفكرة إن أنا بدل ما أقول له إرسال بس أو مراجعة بس، فمهم جدا إن أنا أوضح له إرسال إيه أو مراجعة إيه. فالأفضل كتير إن نكتب إرسال الطلب أو مراجعة الطلب بشكل كامل. ثالث نوع معانا هي الديسكريبشنز، ودي الهدف منها ايه؟ ان هي بتساعد المستخدم ياخد قرار او يتعلم حاجة جديدة. واهم حاجة في القاعدة بقى دي اننا لما نكتب ديسكريبشن تحت العنوان ما يكونش كلامنا بيكرر نفس العنوان، لان بلاقي ناس كتيرة جدا بتغلط في الحتة دي وبيكتبوا ديسكريبشن او سبتايتل لمجرد ان هم لازم يكتبوه، وفي الاخر المحتوى بيبقى مجرد تكرار بس لنفس المعنى، مفيش اي اضافة جديدة. فلو حاسس انك مش هتضيف حاجة جديدة، مفيش حاجة عندك عايز تقولها، ما تكتبش خالص ديسكريبشن، واطلب من الديزاينر ان احنا مش محتاجين هنا سبتايتل او ديسكريبشن في السكرين دي. رابع نوع معانا بقى هي الامتي ستيتس، ومن اسمها كده انا محتاجه اوضح لليوزر ان هي حاجه امتي، حاجه فارغه، ما عملش لسه الاكشن ده لحد دلوقتي. الهدف منها ايه؟ ان انا لما المحتوى يكون فاضي ما اخليش المستخدم يحس ان في ايرور او في مشكله حصلت. الباترن انا ممكن اقول له عشان تعمل اكس اعمل واي. مثلا لو قلنا حاجه زي طلبات، مفيش، هو لسه ما طلبش طلبات لحد دلوقتي، فممكن اقول له السله فارغه، او لسه ما طلبتش لحد دلوقتي، او ليس لديك طلبات حتى الان. والنقطه دي انا شرحتها بالتفصيل كمان في اخر ايفنت اللي هو مينا برودكت سميت، شرحت كل الباترنز بالتفصيل وكمان موجوده في المستوى الرابع من تجربه. خامس نوع معانا هي الليبلز، والهدف منها ان انا اعمل تسميه وتوضيح للاقسام والعناصر الموجوده عندنا. ايه القاعده بتاعتها؟ ان انا ابدا استخدم الكلمات اللي الناس بتقولها مش التكنيكال تيم بيقولوها او الديفلوبرز بيقولوها، عشان مهم جدا لما اجي اتكلم مع اليوزر اتكلم بلغته هو، مش الكلمات التقنيه اللي محدش فاهمها غير الناس اللي شغاله في المجال. سادس نوع معانا هي الكنترولز، زي مثلا الازرار بتاعه التوجلز اللي هي اون واوف، التشيك بوكس. دي محتاجه اوضح لليوزر انت اون ولا اوف من غير اي كلام كتير، هي مجرد كلمه بس اللي بنكتبها هنا، والاكتر بتبقى على الديزاين في التوضيح ده. سابع نوع معانا بقى هي حقول الادخال او التكست انبوت فيلدز، ودي الهدف منها ان هي بتساعد المستخدم يكتب المعلومات الصح. فمثلا بيكون عندي الليبل كده فوق وفي عندي هنت جوه، او ممكن في هنت تحت على حسب الديزاين سيستم. بس احنا بقى الغلطه اللي بنعملها ايه؟ ان انا مثلا الليبل اسمه رقم الجوال، فبدخل جوه البوكس بتاعنا ده اكتب له ادخل رقم هاتفك، ولما يكتبوا غلط اقول له رقم موبايلك غير صحيح. طبعا انا ببقى استخدمت 3 كلمات كلهم نفس المعنى، بس ده بيبقى غلط جدا عشان ما فيش كونسيستنسي. لازم استخدمت الجوال يبقى استخدم جوال في كل حاجه. فكتير قوي من الناس بتيجي تسالني طب انا في البوكس اللي جوه ده المفروض اكتب ايه؟ هقول له ادخل رقم هاتفك تاني، ما هي. فانا وقتها بفكر انه احنا محتاجين نضيف معلومه جديده زي ما اتفقنا. انا ممكن اقول له ادخل رقم الجوال مسجل عندنا مثلا في الشركه، او يجب ان يتكون من 10 ارقام، او اقول له حاجه معلومه مفيده بحيث ان هي تمنع ان هو يحصل اصلا خطا
فابقى كده برو اكتيف وامنع الايرور مسجز اللي ممكن تحصل في الموقف ده. رقم 8 بقى عندنا حاجه اسمها ترانزيشنال تكست. عارفين كده لما نبقى ماشيين في الاب وفجاه يهنج فيجي كلام كده او سكرين فيها كلام لودنج، ما اقولش بس لودنج وخلاص، انا يفضل اقول له انا بعمل ايه دلوقتي ولازم استخدم المضارع المستمر. يعني مثلا اقول له يتم التحقق من بياناتك، جاري تحميل حاجه معينه. فده كله مهم جدا لليوزر عشان اكون بكلمه بشكل فيه ارشاد ليه اثناء رحلته جوه الابلكيشن. تاسع نوع معانا هي الكونفirmation مسجز. الهدف منها ان هي بتطمن اليوزر ان الحاجه دي اتعملت بنجاح. الفورمولا بتاعتنا ايه؟ ان انا استخدم الفعل الماضي، فمثلا اقول تم حفظ، تم ارسال، تم تاكيد، وهكذا. مثلا اليوزر جه بيغير الباسورد بتاعته، فبعد تغيير كلمه السر انا اقول له تم تغيير كلمه السر بنجاح. عاشر نوع معانا بقى هي النوتيفيكيشنز، الاشعارات، وعندنا منها انواع كتير برضو شرحناها في المستوى الرابع في ان اب نوتيفيكيشن، بوش نوتيفيكيشن، وهكذا. السر بتاعها اننا نكتب حاجه فيها فاليو، قيمه، وكمان السرعه يعني انستنت. فبدل ما اقول اليوزر لديك اشعار جديد، مستحيل يفتح البوش نوتيفيكيشن دي، بس انا الافضل اقول له مثلا 15% كاش باك مع فوري، حاجه دايركت وفيها الفاليو على طول. النوع ال11 والاخير في الفيديو ده وهي رسائل الخطا او الايرور مسجز. الهدف منها ان انا ما اقولش لليوزر انت غلط والقي اللوم عليه. القاعده الذهبيه بتاعتنا ان احنا ما نلومش اليوزر حتى لو هو غلطان، واحيانا كتير بيبقى هو غلطان عادي. فانا مثلا ممكن بدل ما اقول له خطا بيانات غير صالحه ممكن اروح اقول له على طول مثلا يجب ان يتكون رقم الجوال من 10 ارقام، او وادي له كمان اكزامبل. او ممكن لو بيدخل باسورد غلط او بيعمل باسورد جديده وهي ضعيفه، ما اقولوش كلمه السر ضعيفه واسكت. انا ممكن اقول له يعمل ايه عشان يخلي كلمه السر قويه ويحافظ على السكيورتي والبرايفسي بتاعته اكتر. طبعا اهم حاجه بقى في الفيديو ده ان احنا نفهم ان الباترنز اللي شرحناها دي هي مش قواعد المفروض نمشي عليها، ولكن بتختلف حسب الكونتكست وحسب طبعا الكونتنت سيستم. والكونتنت سيستم احنا شرحناه برده بالتفصيل في المستوى الثالث، فعلى اساسه ببدا افهم بقى ايه الباترن المناسبه في كل كونتكست اليوزر موجود فيه جوه الابلكيشن. نيجي بقى للتحدي بتاع الفيديو بتاع النهارده. السيناريو ان انت يو اكس رايتر في ابلكيشن تحويل اموال زي انستا باي مثلا، واليوزر او المستخدم دخل رقم الهاتف بتاعه غير صحيح في خطوه التحقق من الهويه وضغط على ارسال. فانت دورك انت تكتب رساله الخطا المناسبه للموقف ده. ديك نبذه برضو عن التارجت يوزر. هو مستخدم لتطبيق مالي عمره ما بين 25 ل 45 سنه، بيستخدم تطبيقات ماليه بشكل دوري ولكن مش بشكل تقني قوي، بيستخدمها عشان بس موضوع تحويل الفلوس. يعني التون والفويس اللي ريكومندد يعني انك تتكلم بيها ان التون تكون مباشره وهاديه، وان الفويس يكون ارشادي. مطلوب منك انك تكتب رساله الخطا دي في سطر واحد وتقول لنا بقى ليه اخترت الكلمات دي وعلى اي اساس. اهم حاجه ان انت تجاوب على التحدي ده على لينكدين وتعمل لنا منشن، وتلاقي الروابط بتاعتنا كلها في صندوق الوصف. احنا هنشوف التحدي بتاعك ونرد عليه. ما تنسوش تشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.